لو مع الضغط النفسي فجاه لقيتوا نفسكم بقيتوا بتدخنوا اكتر، بتتسوقوا اكتر، بتاكلوا اكتر، او اكلكم قل قوي، لازم تعرفوا ان ده تاثير هرمون الكورتيزول، هرمون الضغط النفسي اللي عالي الزياده. ولان انتوا مش عارفين ازاي تتعاملوا مع التوتر، بداتوا تدوروا على مسكنات عن طريق بقى ان انتوا تتسوقوا وتدخنوا اكتر، تشربوا اكتر. بس انتوا لازم تدركوا ان دي مع الوقت بتعمل حاجه اسمها behavioral addiction، يعني بيبدا يبقى عندي ادمان على التصرفات دي. ليه؟ لان كل ما بتضايق وبتوتر عقلي بيدور كده هو ايه الحاجات اللي بتبسطنا، انا عايزه ابسطه واريحه، تمام يلا نعمل شغل، يلا ناكل، وهنكمل زي كده. جربوا ان انتوا المرات الجايه لما انتوا تتنرفزوا او تتوتروا، حاولوا ان انتوا تنزلوا تتمشوا، تشغلوا مزيكا حلو وفي وقت حلو، والاهم تقولوا لنفسكم انا مبسوط قوي ان انا بتمشى، او تعملوا مشغولات يدويه، تمارين تنفس، تقوموا تطبخوا او تعملوا كيكه حلوه. فايه اللي يحصل؟ ان المره الجايه لما انا اتوتر عقلي وهو بيدور وسط الحاجات ايه اللي بتبسطني عشان يخليني اعمل اي حاجه منهم ويهديني، يلاقي ان زي ما انا بحب التدخين وغيره، يلاقي ان انا بحب المشي، بحب الرقص، بحب المشغولات اليدويه، فابدا اعمل الحاجات بدل ما انا قاعد بعمل في حاجات بتاثر عليا تاثير سلبي جدا، وفي الاخر هي مش حل ولا هتساعدني ان اتحسن. اكتبوا لي تحت ايه من الحاجات دي طلعتوا بتعملوه.